التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين فضل المسجد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. في حديث قدسي قال تعالى: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها. قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ وقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن من خير أعمالكم الغدو والرواح إلى المساجد. وعنه صلى الله عليه وآله قال: مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى أهلك في الأجر سواء. وختاما نذكر المؤمنين الكرام بصلاة أول الشهر، وهي ركعتان. يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة التوحيد 30 مرة، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة القدر 30 مرة. وهناك دعاء يقرأ بعد الصلاة ويتصدق بما يتيسر، فمن فعل ذلك اشترى سلامة ذلك الشهر كله. وفقنا الله جميعا لمراضيه ولكل خير، ونسأله القبول بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.